السلام عليكم. معكم قناة قلبك عارف، القناة اللي كتحاول تكون قريبة من قلوبكم. ولكن كنتي كتسمعني دابا، خلي غير قلبك هو اللي يسمع، حيت هاد الكلام ماشي درس وماشي كتاب وماشي تحفيز فارغ. هاد الكلام ممكن يكون المواجهة اللي عمرك ما درتيها مع راسك. جاوبني وبصدق، شحال من مرة قلتي لراسك هاد العام غادي يكون مختلف؟ شحال من مرة كتبتي أهدافك بحماس وتخيلتي راسك وصلتي وحسيتي بداك الشعور ديال الفخر، ومن بعد شوية بشوية كلشي سكت، كلشي كيسكت، الحماس كينقص، الطاقة كتهبط وكتولي كتهرب حتى من التفكير في الحلم ديالك، وكتقول يمكن أنا من النوع اللي ما كيوصلش، يمكن الظروف، يمكن الوقت ما مناسباش، يمكن مازال ما جاش الوقت، يمكن ويمكن ويمكن. ولكن واش فكرتي شي نهار أن المشكل ماشي في الحلم؟ المشكل في داك الشي اللي كيدور في الداخل ديالك وانت ساكت عليه. الإنسان يقدر يخدع العالم كامل، ولكن ما يقدرش يخدع راسو. كاين واحد الصوت صغير في الداخل ديالك، يمكن ما عمرك سمعتيه بوضوح، ولكن هو اللي كيسوق حياتك. ملي كتقول بغيت ننجح، هو كيهمس ليك واش غادي تقدر. ملي كتقول بغيت نبدل حياتي، هو كيقول ولكن التغيير مخيف. ملي كتقول بغيت نوصل لشي حاجة كبيرة، هو كيذكرك بكل مرة تحطي فيها قبل، وانت كتظن انك كتفشل حيت ما خدمتيش كفاية. ولكن يمكن الحقيقة أعمق، يمكن شي جزء منك ما بغاش يوصل. صعيب تسمع هاد الجملة، ولكن خليها تدور في الداخل ديالك شوية. يمكن شي جزء منك متعود على الحياة ديالك، متعود على أنك تبقى في بلاصتك، متعود على أنك ما تبانش بزاف، حيت منين كتبان الناس كيشوفوك، ومن غير ما تحس كتولي عرضة للحكم، عرضة للنقد، عرضة للحسد، عرضة للمقارنة. والعقل الباطني ديالك أهم حاجة عنده هي الأمان، حتى ولو كان أمان محدود ضيق ولكن معروف. النجاح مجهول، النجاح فيه مسؤولية، النجاح فيه ضغط، النجاح فيه أنك ما تبقاش نفس الشخص. ويمكن بلا ما تحس كتفضل تبقى كما أنت على أنك تغامر وتولي نسخة جديدة من راسك. واش عمرك سولتي راسك شكون غادي تولي إلى تحقق داك الهدف؟ ماشي شنو غادي تحصل عليه، ولكن شكون غادي تولي، حيت الهدف ماشي دار، ماشي فلوس، ماشي جسم مثالي، ماشي شهرة. الهدف هو التحول الداخلي اللي خاصو يوقع
باش توصل لهاد الشي. إلا بغيتي تكون إنسان منضبط خاصك تواجه الكسل اللي فيك. إلا بغيتي تكون إنسان منضبط خاصك تواجه الكسل اللي فيك. إلا بغيتي تكون ناجح خاصك تواجه الخوف من الفشل وحتى الخوف من النجاح. إلا بغيتي رزق أوسع خاصك تعالج العلاقة ديالك مع القيمة الذاتية، حيت بزاف ديال الناس كيحطوا أهداف أكبر من الإحساس ديالهم بقيمتهم، وهذا التناقض يخلق صراع. اللي داخلك ما كيآمنش أنك تستاهل أكتر، غادي تضيع أي فرصة كتجيك، غادي تأجل، غادي تتهرب، غادي تخلق مشاكل بلا ما تحس. ماشي حيت انت غبي ولا حيت انت ضعيف، ولكن حيت الداخل ديالك ما تصالحش مع الصورة الكبيرة. وشي مرة خاصك توقف وتسول راسك، واش أنا فعلا باغي نوصل ولا باغي غير نحس براسي كنحاول؟ كاين فرق كبير بين اللي باغي النتيجة واللي مستعد يدير التحول، حيت التحول مؤلم، كيطلب أنك تودع عادات قديمة، أصدقاء يمكن ما بقاوش مناسبين ليك، أفكار تربيتي عليها، قصص كنتي كتعاودها على راسك. يمكن كنتي تتقول أنا ديما كنبدا وما كنكملش، وهاد الجملة ولات هوية ديالك، ولا تعريف ليك، ومن غير ما تحس كتولي كتصرف بطريقة كتأكد هاد الهوية، حيت العقل ديالنا كيحب يكون منساج مع الصورة اللي عنده على راسو. إلا بدلتي الجملة وقلتي أنا إنسان كنكمل، إلا بديتي غادي يحاربك العقل شوية بشوية في الأول، ولكن إلا صبرتي غادي يبدا يصدق. المشكل أن الناس كتقلب على الحماس، كتسنى داك الإحساس العالي، داك الشحن الداخلي، ولكن الحماس ما عمره كان هو السر. السر هو الالتزام ملي ما كتحس بوالو، السر هو أنك تخدم حتى نهار تكون عيان، السر هو أنك تدير خطوة صغيرة ملي يكون كل شي داخلك باغي يهرب. الأهداف ما كتحققش بالقفزات الكبيرة، كتحقق بالتراكم الصغير اللي ما كيبانش. وكاين حاجة أخرى، يمكن الهدف اللي حطيتي أصلا ماشي نابع من روحك، يمكن حطيتيه حيت شفتي الناس واصلين، حيت المجتمع كيقيس النجاح بطريقة معينة، حيت بغيتي تثبت شي حاجة لشي حد. ولكن إلا كان الهدف ما جايش من الداخل غادي يبقى ثقيل، وغادي يبقى فيه مقاومة. الهدف الحقيقي كيكون فيه تعب، نعم، ولكن كيكون فيه إحساس بالانسجام، كيكون فيه نور خفيف حتى في وسط الصعوبات. واش كتفيق في الصباح وكتحس بثقل غير طبيعي منين كتفكر في داك الهدف، ولا كتفيق وكتحس بشوية الرهبة وشوية الشوق؟ فرق كبير. يمكن خاصك تبدل الهدف،
يمكن خاصك غير تبدل نفسك باش تناسبو، حيت الحياة ما كتبدلش باش تناسبنا، حنا اللي خاصنا نكبرو باش نناسبوها. وما تنساش حاجة مهمة بزاف، راك ماشي متأخر، ماشي معطل، كل مرة طحتي فيها كانت كتعلمك شي حاجة، كل مرة ما كملتيش كانت كتوريك فين خاصك تخدم على راسك. الفشل ماشي دليل أنك ما قادرش، هو دليل أنك في مرحلة التكوين. ولكن إذا بقيتي كتعاود نفس الدائرة بلا وعي غادي تبقى نفس النتيجة. خاصك الشجاعة باش تقول أنا كنت كنخاف، أنا كنت كنشك، أنا ما كنتش كنآمن براسي. ومن بعد قرر أنك تبدأ من جديد، ولكن بوعي مختلف، ماشي بطاقة أكبر، ماشي بخطة أعقد، ولكن بهوية جديدة. قول في راسك كل نهار، أو قول لراسك كل نهار أنا ما كنحاولش نحقق هدف، أنا كنخلق نسخة جديدة مني. ومن بعد دير غير هاد الحاجة البسيطة اليوم، شنو أصغر خطوة نقدر نديرها؟ غير أصغر وحدة، ما تفكرش في السنة كاملة، ما تفكرش في النتيجة الكبيرة، فكر غير في اليوم، في اللحظة، حيت الحياة كتبدل باليوم، والشخصية كتبنى باليوم، والثقة كتتراكم باليوم. وغادي يجي نهار تفيق وتكتشف أنك وليتي داك الشخص اللي كنتي كتبان بعيد عليه، وغادي تضحك كل ما تفكرتي النسخة القديمة ديالك. الأهداف ما كتبقاش غير حلم إلا منين الحلم يولي قرار داخلي، قرار أنك ما تبقاش نفس الشخص. والسؤال الحقيقي ماشي علاش الهدف ديالي ما تحققش، السؤال هو واش أنا مستعد نولي الشخص اللي كيستاهل، أو اللي كنستاهل. واش أنا مستعد نولي الشخص اللي كنستاهل؟ إلا كان الجواب نعم، راه الطريق بدأ دابا. والسلام عليكم.